تعالى نتكلم عن اصابه سيس رولينز وايه اللي هيحصل بسبب الاصابه دي وهتقعد معانا لمده قد ايه، وتعالى كمان نتكلم عن رومان رينز واللي هيظهر امتى والكلام ده كله، وعن بناء سمر سلام. فيلا بينا بناء كلام كتير، يلا بينا نخش على الفيديو. Welcome to New Era. اولا كده يا جماعه، عوده رومان رينز حققت 53 مليون مشاهده خلال 12 ساعه بس. هي دي ميزه رومان رينز بقى، عشان كده الاتحاد بيحب رومان رينز في الحته دي يا باشا. ده رجع خد 53 مليون مشاهده خلال 12 ساعه بس، لسه ما سميناش اصلا يعني. ده رجع بس في عرض اسبوع. لو كان في عرض شهر بقى ولا حاجه كان زمانه داخل في ال 200 مليون يعني. مش عارف، دي فايده رومان رينز. الاتحاد بيحب رومان رينز عشان الحته دي. تلعب بقى ما تلعبش، انا اهم حاجه عندي الحته دي، انت تجيب لي فلوس انا بحبك. كمان بيتقال ان شخصيه او تي سي 1 دي الجديده بتاعت رومان رينز من ابتكار رومان رينز نفسه، وان واحد دي يعني الاوحد يعني تقريبا. فيعني هو بدل ما يكتب الاوحد كتب واحد، يعني هو عندهم كده يعني. وكمان بدل بقى كل حاجه باظت والحوار ده، فانا اتمنى ان انا اشوف مباراه ما بين برون بريكر بدل ما انا اشوف مباراه زوجيه بين جي اوسو ورومان رينز وبرون بريكر وبرونسون ريد، لان ده اللي بيتقال دلوقتي، انه يا اما رومان رينز هيلعب مع برون بريكر يا اما رومان رينز وجي اوسو هيلعب مع برون بريكر وبرونسون ريد. فانا صراحه ما اتمناش برونسون ريد وجي اوسو، انا عاوز برون بريكر. رومان رينز حلو قوي، شكرا يعني عليه. ده اكبر عرض في الصيف، ده اكبر عرض بعد ريسل المنيا على طول. ما ينفعش بقى نحط فيه مباراه عبيطه زي دي، كفايه ريسل المنيا اللي راح تهدر دي. كمان سيس رولينز زمانه ظهر يعني في عرض كده خاص بيه لحد موعد نزول الفيديو. اكيد موعد نزول الفيديو ده هيبقى بعد ايه اللقاء اللي هو يعمله في البرنامج بتاعه، لانه صرح عبر الانستجرام ان هو هيعمل لقاء كده يعني ايه اسمه ذا سيس رولينز شو، فهنشوف هيتقال فيه ايه وممكن نطلع لايف نتكلم فيه. حاجه تضحك بقى ان جولدبرج في ماتش اعتزاله لازم يعمل بوتش، فيعني الحكم اللي عمل له سبير ده يعني ايه اللي اسمه تشارلز روبرتسون او برعي زي ما احنا بنقول، اتكسر له ضلع من صدره، يعني ايه عظم صدره في ضلع اتكسر منه، يعني اللي هو ما يعني مش ماشي سليم والله، يعني لازم خلاص. الحمد لله الحمد لله. في اخبار تانية بتقول ان تم الغاء سيناريو ترافيس سكوت بسبب عدم قدرته على تعلم الحركات بتاعه المصارعه بشكل سريع يعني وكده. انا مش عارف ازاي الفكره دي كانت في بالهم بجد يعني. الحمد لله. وجون سينا هيظهر في عرض سماك داون الجاي وهيقابل كودي رودز. اتمنى ان العداوه تمشي بشكل احسن من اللي حصل في ريسل من نشوف برومات كويسه، الاثنين بيردوا على بعض في نفس البرومو، مش لازم بقى واحد يرد النهارده والتاني يرد الاسبوع الجاي، لا انا اتمنى بقى ان نشوف الاثنين بيردوا على بعض في نفس الوقت، ونشوف جمدان ما بين الاثنين يعني، ونشوف حاجه احسن في عرض سمر سلام من اللي احنا شفناه في عرض ريسل من ده كان زي الزفت. بعد سمر سلام جون سينا هيكون نشط جدا، عنده حوالي 5 ظهور بس في شهر اغسطس ده، فنشاط كله مع سينا الايام الجايه. اما بقى عن اصابه سيس فريك رولينز، فسيس رولينز يعني ايه الاخبار على حسب الاخبار بتقول ان هو هيغيب 9 اشهر، او ده اللي هيعلن عنه الدبليو دبليو اي، لكن هو هيرجع في اسرع من كده خلال 5 اشهر ولا حاجه. وبرضه الناس شافت سيس رولينز بره في الشارع هو كان ماشي بعكازات، يعني مش زي السنه اللي فاتت كان مركب دعامه على ركبته بس وكان ماشي عادي، لا ده الموضوع طلع اخطر من كده كمان. فيعني والله العظيم يعني نحس الواد ده نحس، كل ما يبقى في حاله كويسه وفي قمه مجده تحصل حاجه يعني تضيعه حرفيا يعني. والله سيس رولينز ده من اكتر الناس اللي بتحب المصارعه، من اكتر الناس اللي بتعشق المجال ده، الوحيد اللي لحد دلوقتي ما بشوفلوش يعني ان هو يعني مهتم بالافلام اكتر من المصارعه او مهتم بالافلام اصلا يعني، مع انه يعني ده جامد والله، شكله يدي جمدان. ده كان مقدم لنا شخصيه الجوكر في المصارعه بطريقه جامده لدرجه ان انا ثبتت الشخصيه عليه اللي هو ممكن يعملها بعد كده. لا والله العظيم سيس رولينز ده يعني حاجه توب حرفيا، ما تنفعش تشيله من قائمه افضل المصارعين في التاريخ، وكل سنه لازم يكون ليه مكان في قائمه احسن مصارعين في عام 2025 او 2026 او 2024. ده لازم يبقى ليه قائمه، لازم يبقى ليه مكان في القائمه. فنتمنى الشفاء العاجل لسيس فريك رولينز يعني، وربنا يستر يعني. وبرضه ممكن نشوف سيس رولينز بيظهر زي بول هيمن كده، ممكن يظهر في بروموهات، ممكن يظهر في الحلبة يتكلم بس كده.
ويعني لسه معاه بالشنطه لحد شهر يونيو، يعني في شهر 6 الجاي ولا حاجه، يعني لسه بدري. بس يعني ربنا يستر ويتعالج في اسرع وقت، والدبليو دبليو تتعامل صح مع الموضوع ده اللي الواحد خايف منه. ولحد دلوقتي البناء في عرض سمر سلام كويس جدا، لكن انا خايف جدا وقلقان جدا بسبب ان اصابه سيس رولينز تاثر على العرض لسه محتاج فيه مباريات كتير، لسه يعني انت عندك ليلتين كمان، فيعني لازم تملاهم مباريات. وتريبل اتش اعلن ان في عرض سماك داون الجاي هيتم الاعلان عن مباراه تانية في سمر سلام، ولحد دلوقتي يعني ما عادش غير يعني اسبوعين، فيعني ربنا يستر من اللي جاي. الواحد خايف يعني عودة رومان رينز هيظهر في العروض الجاية، هيظهر في عرضين الرو الجايين، وهيظهر كمان في عرض سمر اسلام طبعا، وبعد كده هيروح يصور فيلم بقى، وبعدين يرجع بقى السنة الجاية ولا حاجة، يعني ما اعرفش يعني. لكن اهم حاجة ان نشوف حاجة كويسة يعني من رومان رينز الفترة الجاية، اتمنى يعني. اما الروك ده فانا مش عارف انت لازمتك ايه في الدنيا، مش عارف انت يعني ايه هتظهر ولا ايه دنيتك، خلاص ما عادش حاجة يعني، القصة قربت تخلص وانت يعني ما فيش فيك اي ظهور ولا اي حاجه. الراجل دخل وخرج في نفس الوقت، يعني انت حولت لي سينا هيل ومشيت، فانا تعبت من كتر الكلام عليك. انت راجل مستفز وراجل بارد، ويعني مش عارف في ايه، ما تظهر يا عم الحاج بقى، يعني خلينا نخلص بقى من العروض دي. يعني انا عاوز اشوفك ليك حاجه يعني انا لما اخلص لما السنه دي تخلص واحب اعمل قائمه افضل عروض، احط دلوقتي لميشيل شيمبر ولا لا؟ ما انا دلوقتي يعني انا عارف تحول سينا هيل وكل حاجه، وكان جمدان وتاريخ وكل حاجه، بس الراجل اللي ادى للتحول الشخصيه الهيل اصلا مش موجود، مشي مش خلاص، ولا سينا بيذكر اسمه حتى. يعني مش عارف، انا مش عارف في ايه بجد. افتكر ان لازم الروك يظهر الفتره الجايه بجد، يا اما يظهر في سمر سلام على طول، لكن ما ينفعش يعني سينا يخسر اللقب في سمر سلام، او الروك لازم يظهر في وقت ما، لازم يظهر الفتره الجايه، لان هو يعني اللي ادى الكلام ده كله. على الاقل يا جدع اظهر مره، اعمل اي حاجه، اسحب نفسك بالشياكه من الموضوع، يعني مش كده. فبس يعني ده اللي كنت عاوز اتكلم فيه عن عرض سمر سلام ورومان رينز وسيس رولينز وحاجات تانية كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب، وتنزل تقول لي تحت في التعليقات لو في حاجه انا ما قلتهاش. وبس كده، احلى سلام.